السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة كده خفيفة ظريفة لطيفة. تمام، هنعمله كده. يعني اول حاجة كده زي ما انتم شايفين بطيخ. طبعا مفيش اخف من كده. بصوا بقى، انا قطعتها ولازم اخد حتة لازم الحتة دي اخدها لازم. ف طبعا الجو بقى حر وكده، فالموضوع بقى ايه، عايز اكل خفيف. وكمان الظروف اللي احنا فيها يا جماعة، احنا مش هنضحك على بعض، يعني على قد ما تقدري ان انتي ايه، مش طول الوقت فراخ او كده يعني. غيري، فاهمه؟ يعني على قد ما تقدري اعملي يعني اكلات افتكسي كده. فانا اليوم دوت قلت بقى ايه، نجيب بطيخه كده، وعملتها وقطعتها وجبنه قديمه بطماطم. بصوا، مش قادره اقول لكم بقى، عملتها تحفه. بحط عليها طحينه، وبحط فلفل يعني قرن فلفل كده حامي، وكمان ايه الطماطم. تمام. بس فانا قلت ايه، قلت اشارككم الغدا بتاعي الخفيف ده. وممكن مثلا ادي لحد افكار، لان الواحد ساعات مخه بيقف فعلا حرفيا، وكل يوم الواحد مش عارف يعمل ايه والاكل وكده. فقلت بقى اشارككم الاكله الخفيفه الحلوه دي. وقطعت كده خيار، تمام، وقرن فلفل، وحطيت طحينه. مش عارفه صورت المقطع بتاع الطحينه ولا لا. بس عايزه اقول لكم ان هي الطحينه بتخليها الحدوقيه بتاعتها اولا بتخف، وثانيا الطعم بيبقى خرافه بجد. اهو الطحينه. بصوا، انا ما كانش عندي الا شويه دول، بس انتي كتري يعني، حطي طحينه كتير. بتديلها طعم حلو قوي. وجبنه قريش، تمام، حطيت كده شويه زيت، وحطيت كمون، وحطيت شطه. في ناس بتحبش عليها الكمون، بس بتبقى حلوه الصراحه. الكمون مع الشطه بيدي طعم تحفه. بس وايه تاني، حطيت كده قرن فلفل برضو، عشان ايه، جوزي يعني بيحب الحاجه الحاميه، فحطيته كده مع الاكل يعني. وحمرت بطاطس. وهعمل بقى حاجة جامدة جامدة جامدة. بصوا بقى كده، زي ما انتوا شايفين ايه، هنعمل بيض اومليت. بس ايه، مش هنعمله اللي هو البيض الاومليت اللي هو سادة، لا، انا هعمل كده حبة تركات كده. دي ايد رودينا بنتي، بتحب اوي تكسر البيض عشان اتعلمته، فبدأت ان هي ايه، عايزة تعمله كل شوية. حطيت كده فلفل اسمر، تمام، وحبة ملح. وهبدأ ان انا ايه، اضرب الكلام ده كله مع بعضه. وكمان هضيف بقى ايه فلفل وطماطم، تمام، وجبنه تركي. دول اللي كانوا عندي، شويه الجبنه التركي دول، لو عندك زياده طبعا ايه حطي. بس دول اللي كانوا متاحين عندي، فبتبقى تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم والله. بصي بقى، طول ما انتي بتعملي من الجناب كده ارفعي، عشان خاطر الميه دي كلها ايه تنزل تحت فينشف، فاهمين؟ بس وبعد كده تقلبيه بقى. ما بعرفش طبعا اعمل حركه الطاسه واقلب مره واحده دي. وزي ما انتم شايفين الاكل كان زي الفل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك.